تم استئناف مباراة المنتخب المغربي ونظيره الأرجنتيني في هذه الأثناء في افتتاح مباريات منافسات كرة القدم لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بعد إيقافها بسبب دخول بعض المشجعين لأرضية الملعب عقب تسجيل المنتخب الأرجنتيني هدف التعادل الثاني، وهذا الهدف تم إلغاؤه الآن من حكم المباراة بعد استئنافها، إذ تم احتساب الهدف تسللا، فالكرة هي ملغية والهدف ملغي، وتعود النتيجة مرة أخرى بتقدم المنتخب العربي المغربي بهدفين مقابل هدف وحيد. إذن هدف ميدينا تم إلغاؤه والمباراة يتم استكمالها الآن لمدة 3 دقائق بذات النتيجة هدفين لهدف وحيد بعد أن خرج اللاعبون من أرضية الملعب إلى غرف تغيير الملابس كل هذه الفترة منذ انتهاء المباراة حتى قررت اللجنة المنظمة استئناف اللعب بدون الحضور الجماهيري وإلغاء الهدف الأخير للمنتخب الأرجنتيني بتسلل ميدينا. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.